السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو ما اتكلمناش عنه قبل كده، وهو ازاي ان انت كموظف حجز طيران تتكلم مع شركة طيران. ودي طرق من الطرق العديدة يعني اللي انت تقدر تتواصل بيها مع شركات الطيران. هي النهاردة ال Other Service Information، واختصارها بيكون ال OSI. الكود ده بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه لما نكون عايزين نوصل رسالة مباشرة لشركة طيران، وهي معلومة مثلا عن الراكب. مش شرط يكون معلومة شخصية، ممكن مثلا انت عايز تكلم شركة طيران في موضوع تاني. دي طريقة من الطرق اللي انت هتقدر تتواصل بيها مع شركة طيران. طيب، دي وظيفة الكود. تعالوا دلوقتي نعرف احنا بنستخدم الكود ده ازاي. طريقة صيغة الكود هو طبعا بيكون معلومات فقط لشركة الطيران. هو طبعا بيكون بنكتب الكود اللي هو ال OSI بلس شركة طيران، كود شركة طيران، والمعلومة اللي احنا عايزين نضيفها. في الأمثلة هنا مدينا المعلومات التقليدية اللي احنا أصلا ضفناها في ملف البنر، فمش شرط تكون هي يعني. هنا بقى كتبنا الكود ازاي. OSI وشركة طيران، هنا مصر للطيران، وبعد كده بنكتب المعلومة، وهنا كاتب لنا رقم التليفون والجيميل. طيب، تعالوا نعرف فرق بسيط بين ال OSI وال SSR. الاتنين خدمات أو الاتنين معلومات. ال SSR احنا عايزين نضيف خدمة مؤكدة على التيكت. يعني لازم بعد ما نكتب الخدمة، يعني يكن مثلا وجبة أو كرسي متحرك زي ما احنا عارفين، لازم إن احنا نأكد الكلام ده على التيكت، عشان ده بيضيف أو بيعلي من سعر التيكت، بيغير في سعر التيكت، فلازم نعمل له تأكيد. أما المعلومات الإضافية فلا تحتاج لتأكيد، عشان هي ما بتغيرش أو ما بتفرقش كتير في سعر التيكت. وعلى فكرة يعني معلومة مش شرط بس إن هي تكون معلومة عن الراكب، معلومات عن الراكب. طبعا هي ملهاش علاقة بملف البنر، فأنت تقدر تقول لشركة الطيران اللي أنت عايزه، تقدر تكتب لها كل اللي أنت محتاجه. ممكن بدل ما تبعت لهم ميل أو تتواصل معاهم بطريقة تانية، ممكن لو أنت فعلا مسجل عندهم تقول لهم أي معلومة، ممكن تقول لهم أي حاجة، ممكن تقول لهم شكرا. فاللي احنا استفدناه النهاردة أو دلوقتي يعني في الشرح البسيط دوت، ايه هو ال OSI وايه الفرق بينه وبين كود الخدمات. تمام. طبعا عرفنا ان ال SSR خدمات الإضافية اللي بتضاف على التيكت، بتتحط في ملف البنر، زي مثلا وجبة خضار مثلا أو وجبة فراخ. طبعا لازم نعمل التيكي اوكي والكلام اللي احنا عارفينه ده كله وقلناه قبل كده. اما ال OSI فدي ما بتضافش في ملف البنر، دي بتكون على الشاشة فقط، لا بتغير في سعر التيكت ولا بتشيل حاجة ضفناها ولا بتضيف حاجة كمان يعني احنا عايزين نحطها. فدي معلومات فقط لشركة الطيران بس، يعني العميل حتى ما يطلعش عليها ولا عنده اكسس ان هو يطلع عليها. انت وموظف الاستقبال اللي شغال في شركة طيران هو اللي يقدر يشوف الكلام ده. ده كان شرح بسيط، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لنا اللي انتوا عايزينه في الكومنتات، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات الجاية او في الفيديوهات الجاية.